الظالم هل يجوز لعن الظالم؟ هذه المسألة الأولى أن لا تلعن، لا يكون لعان ولا سبابا كما في الحديث، ثم إذا لعنته أديت حاجتك منه ينقص منك، لأن سيعود لك الأجر يوم القيامة تأخذ منه مظلمتك، لكن إن دعوت عليه أخف منه. لكن الظالم الشديد الفاجر إذا كسر من العلماء من أجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن صناديد كفار قريش، وكما لعن أبا جهل وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن المغيرة الذين رموا في قريب بدر، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المواد وليس لا يزول، فيه من استدل بذلك وأجاز لعن كبار الكفار ولعن كبار الظالمين. والأولى عدم الله لكن يجوز الاستدلال بهذا. በዳያችንን እየበደለን ያለ ሰውን መራገም ባንራገም ይሻላል። ምክንያቱም አንደኛ አሁን የተራገምከው ነው ማለት ያው የተበቀልክ ነው። አንተ ያው የበደለህን በደል በዱንያ አንተም ያው መለስከው ማለት ነው። ግን ዝም ብትል የቂያማ ቀን ይሰጥሃል። የበደለህን ያህል ከሱ ሐሰናት ላንተ ይሰጥሃል፣ ያኔ ትጠቀማለህ። ከዚህ አኳያ መተው ይሻላል። ግን አንዳንድ አህለል ዒልሞች የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተራግመዋል እና አቡ ጃህልን በማለት እጅግ አስቸጋሪ የሆነ የሚያስቸግረን ሰው ከሆነ መራገሙ ይቻላል ያሉ አሉ። ለማንኛውም ግን ባትራገሙ ይሻላል እላለሁ።